كيلو الطحينة عدى 80 جنيه وبقت الأسعار غالية جدا. طب وليه كل ده؟ طب ما نعملها بقى بطريقة سهلة خالص وطريقة موفرة، وعايزة اقول لكم ريحة وطعم وحاجة نظيفة انت عاملاها بايدك. تعالوا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وهنا كده يا رب ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل الطحينه البيتي. طبعا كيلو الطحينه دلوقتي وصل في سمعة ب100 وفي سمعة بحاجه و80 في كل بلد، يعني سعر كده، اسعار متفاوته، يعني مش كله بسعر واحد. هنعملها بطريقه حلوه قوي، وكفايه ان انت عاملاها في بيتك. عارفه انت حاطه مكونات ايه، وعارفه انت عاملاها ازاي، وهنعملها بكميه حلوه قوي ان شاء الله. تعالي بقى مش هطول عليكي واقول لك هنعملها ازاي. اول حاجه معايا ايه؟ معايا ربع كيلو سمسم. سمسم ابيض او سمسم محمص براحتك خالص. انا بحب استخدم فيها السمسم المحمص، بيديها طعم حلو كده، انما هو اصلا الاصل الوصفه بتبقى سمسم ابيض. الفرق ايه؟ السمسم المحمص بيغمقها لك شويه، انما السمسم الابيض ما بيخليهاش غامقه، بيخليها لونها فاتح. اجيب بقى طاسه اهي واحط فيها ربع كيلو سمسم. يعني انت هتبقي انت اللي عاملاها وعارفه حاطه ايه فيها. واحط بقى كمان معاهم معلقتين فول سوداني اهو. مع الربع كيلو سمسم هحط معلقتين فول سوداني، جايباه برضو من عند العطار اهو. متقشر، والسوداني ني مش متحمص. وكمان عليهم معلقتين كبار دقيق. حلو كده. يبقى ربع كيلو سمسم، حطيتهم في طاسه وحطيت عليهم معلقتين فول سوداني، معلقتين الكبار بتوع معالق الاكل دي، معالق الاكل الكبيره، ومعلقتين دقيق. تمام. في كوبايه زيت كمان اهي بس مش هنحطها دلوقتي، دي ده مج زيت، ولازم يكون الزيت نظيف. هاجي بقى على النار، هروح على النار دلوقتي معاكم. اسخن بس المكونات، مش هحمرها، هطلع بس الرطوبه منها. اول ما امسكها كده احس ان هي سخنت خلاص هطفي النار. تعالوا بقى على البوتاجاز هقول لكم اعملها ازاي. هولع بقى النار عندي اهو. نخليها ايه؟ نار وسط كده. هدي النار شويه اهو. هسخن بقى المكونات دي، هطلع الرطوبه بتاعه الدقيق والرطوبه بتاع السمسم والسوداني. مش بحمرهم، لا، انا بطلع بس الرطوبه بتاعتهم عشان لما اجي اطحنهم في الكبه يطحنوا على طول. يعني تسخنيهم بس كده. اهو هطفي بقى النار. خلاص الدقيق معايا والسمسم والفول السوداني خلاص سخن اهو. عشان ما انا مش بديهم لون خالص. يلا بقى نروح هنطحنهم في الكبه. هجي بقى في الكبه بتاعتي اهو. ممكن المطحنه بتاعت الخلاط بتاعك في اي حاجه، بس لازم اهم حاجه تطحنيهم ناعم، لازم تنعم معاكي. ممكن تطحنيهم بقى في المطحنه بتاعت الخلاط بتاعتك في الكبه براحتك بقى خالص. اهم حاجه بس ينعموا معاكي. لحد ما تخرجي كده الزيوت بتاع السمسم والفول السوداني كلها. بس كده.
افصل بس عشان الصوت. خلاص انا كده اهو شايفين طحنتها عامله زي العجينه كده وخرجت الزيوت كلها منها. احط بقى نص معلقه ملح صغيره عليها كده اهو. وتعالوا بقى في الخلاط. هنعمل ايه في الخلاط بقى؟ عندي كوبايه الزيت اهو، مش هحطها كلها، كوبايه الزيت هحط نصها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. وبعد كده هزود شويه بشويه. هضربهم في الخلاط الاول. ثواني اجيب بس الغطا بتاع الخلاط عشان ما يبقى. هضربهم في الخلاط الاول كده. خلاص اديتهم ضربه اهم في الخلاط. هنزل بقى ايه بالسمسم بتاعي، الفول السوداني والدقيق. لسه هنزل ببقيه الزيت. اهو انا حسيت بقى ان هي كانت تقيله معايا شويه، زودت شويه زيت صغيرين خالص، اقل من ربع كوبايه كده. يعني ممكن تزودي معلقه زيت بمعلقه زيت لحد ما ادتني القوام ده، القوام المطلوب. يعني لما تلاقيها ملفتش معاكي شويه في الخلاط او تقيله معاكي قوي في الخلاط، تزودي حبه زيت بحبه زيت صغيرين. وكانت عايزه اقول لكم بقى ريحتها تحفه تحفه، وادتني الكميه دي كلها. طيب انا اهو عملت لي الكميه دي، بجد طعمها تحفه 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 تحفه. لقيتيها تقيله معاكي وانتي مش حباها تقيله كده، خففي بشويه زيت. تمام كده شايفين؟ يعني لو حسيتي ان هي تقيله معاكي في الخلاط حطي شويه زيت. شايفين ما شاء الله ريحتها بقى وطعمها تحفه. وشايفين ما شاء الله لونها. بس كده. وتغطيها بقى وتدخليها بقى عندك في التلاجة تحفظيها. عايزه تحطيها بقى بره براحتك خالص، تعملي بقى سلطه الطحينه واعملي بقى اللي انت عايزاه. بجد حلوه قوي وموفره، جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.